صباح الفل وصباح الجمال، وعايزه اقولك كل سنه وانتوا طيبين يا ست البنات، وكل يوم وانتوا بخير وبصحه وتمام التمام. وصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب، عليه افضل الصلاه والسلام، وزيدوا النبي صلاه عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالي هقولك ممكن ب20 جنيه تجيبي الحاجه دي وتحطيها في البيت، وهتملي بيتك خير وبركه، وهتعملي حاجات من العيار التقيل. اول حاجه يا ست البنات، هتجيبي الكرنبايه. ازاي الكرنبايه؟ لازم تجيبيها مدوره زي ما انت شايفه، وكمان مش يابسه، مش اللي هي تطبلي عليها تسمعي صوت الطبله، ومش اللي هي تدوسي عليها تلاقيها طريه بطريقه مش لطيفه. تلاقيها متوسطه، اللي هي ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي، اللي هي لحد الامور الوسط. تمام يا بنات. واهم حاجه تكون مدوره، لما هتكون مدوره مش هيكون فيها اي زنبوق او زنبوق صوت، مش عارفه اسمه ايه البتاع اللي بيبقى جوه ده. مش عارفه اسمه. اللي يعرف اسمه يكتب لي في الكومنتات. انا شكلي واقعه على دماغي وانا صغيره ولا ايه؟ في الكومنتات، لاني انا فعلا مش عارفه اسمه. ماما الله يرحمها هي اللي على طول كانت بتقول لي اسمه، وانا على طول بتلخبط فيه. بس يا ست البنات، تبتدي تقطعيها زي ما انت شايفه كده. طبعا العين بتشرح اكتر من الكلام، وانا هقولك الطريقه الصحيحه اللي انا وصلت لها في التفريز، وايه الحاجات اللي انت تستبعديها، وايه الحاجات اللي تحليها، وايه الحاجات لو عملتي 100 كرنبايه مش هتاخدي وقت في تقطيعها ولا في سلقها ولا في اي حاجه. وتعالى اقول لكم ان انا شفنا فيديو انا واحده من صحابي اللي هو بتحط الكرنبايه في الميكروويف وتشوفي نتيجه التسويه بتاعتها. للامانه انا كان عندي واحده صديقتي وكانت جايبه كرومبايه وقررت ان هي تعمل الخطوه دي، وانا كنت معاها بس طبعا ما صورتش للامانه. فهي عملت الخطوه دي، حطيتها في الميكرويف على اساس هتحشيها. للاسف الكرومبايه باظت، جلتت جدا جدا جدا، وما سلقتش وما عطتناش نفس الطعم بتاع السلق. فيفضل ان انتي تسلقيها، ما تحطهاش في الميكرويف. حبيت ان انا اديكوا بس الفكره، لاني انا جربتها بس للامانه انا ما صورتهاش. فقلت ان انا اقول لكم ايه تجربتنا معاها. قررنا نسلقها تاني، يعني بعد ما قطعناها وفكيناها من بعضها بعد ما طلعناها من الميكروويف، قررنا نسلقها تاني لان الورقه نفسها ما كانتش افضل حاجه. تمام. كانت تيجي تقطمي، يعني تقطعي الورقه كده ببقك، ما كانتش بتتقطع، كانت مجلده. تمام. طيب قطعتيها ازاي؟ زي ما انت شايفه انا كنت واحده من الناس اللي ما بعرفش اقطع الكروم، بس طلع الموضوع سهل. انت بدوبك بس بتسلكي الراس وتبتدي تسلكي عرق عرق، ولو لقيتيها ماسكه من الناحيه التانية كده تبتدي تسلكيها بالراحه، اهم حاجه ما تتكسرش، وابتدي تفكيها. الكرومبايه يفضل ان هي تكون بايته عندك ليله، يعني انا مثلا جايباها النهارده طازه، ما اقطعهاش النهارده، اسيبها النهارده واقطعها تاني يوم. بتطرى كده والموضوع معاكي بيبقى سهل، سهل جدا جدا وانتي بتقطعيها. تمام. دي تجربتي مع الكرنب، ما بتقطعش معاكي خالص ولا بتتفرفد. طبعا الورقه دي بالنسبه لي اتقطعت، اللي هي كانت اول ورقه، عشان ما كنتش ظبطتها قوي في التطليع، لكن هي ما بتتقطعش نهائي. تمام. عشان في كرومبايه انا جايباها يوميها، وفي كرومبايه انا جايباها قبلها بيوم. اللي انا جبتها قبلها بيوم اتقطعت بسهوله، لكن اللي انا عملتها في نفس اليوم اخدت معايا وقت في التقطيع، وابتدت كانت هتتقطع مني. تمام. طيب حاطه ايه في الميه يا ام ياسين؟ حطيت ميه سخنه وكمون فقط. الميه حطيتها على النار، حلت، واول ما حلت حطيت فيها كمون فقط، ولا حطيت سكر ولا حطيت ملح. طب ليه يا ام ياسين؟ السكر لو احنا هنقعدهم سنين، يعني اللي هو انت هتقعديها سنة واتنين، فاللي هو انت عايزة تحافظي عليه، اللي هي مادة الحفظ، ده السكر. لكن احنا في الطبيعي للأمانة ما بنقعدوش الوقت ده كله، احنا بنعمله بس في الوقت اللي هو مش موجود في السوق، سواء بقى في رمضان او غير رمضان. يعني انا واحدة من الناس بحب احتفظ بالحاجات دي، عشان ساعات بيهف عليا بعد ما بيمشي، فببقى نفسي اعمله. وعندي ولادي بيحبوا، في ولاد عندي بيحبوا الكرنب، ما بيحبوش ورق العنب لما بيطلع، فبعمل له جزء ورق العنب، والجزء اللي بيحب الكرنب بعمل له كرنب. طيب حاطه ايه في الميه؟ قلنا ميه سخنه وكمون فقط. الملح مش بيحليه ايه احسن حاجه في السوا، والسكر زي ما قلت لك بيحليه مجلد. طيب بتطلعيه من الميه السخنه تحطيه على ميه بارده، ميه بارده عاديه من الحنفيه، مش ميه بتلج. تطلعيه وبعد كده تبتدي تصفيه من الميه البارده وتحطيه في مصفى. وما تحطيش كذا شكل فوق، يعني كذا واحده فوق بعض، عشان السخونيه ما تحلوش يتهرى. ده اول حاجه. لو انتي من الناس اللي بتطلع من الميه السخنه وهتحطيه في المصفى يتصفى وهتقطعيه يعني وهتعمليه وهتسويه كده، لكن لو هتحطيه في الفريزر لازم تحطيه في الميه البارده. طيب لو هتقطعيه
وهو سخن ما يتفضلش ان انت تحطي كل الاشكال على بعضها، عشان الكرنب ليه تكات كده يا بنات، عشان في ناس كتير جدا بتشتكي لي اللي هو بيطلع مجلد. هقولك ايه اللي بيخليه يطلع مجلد في الوقت ده. طبعا انت شفتيني وانا بقطعها، بشيل العرق كده واطبقها على 2 واركنها، وافضل احط كذا واحده فوق بعضها، تبتدي تقطعيها التقسيمه اللي انت عاوزاها. عايزه اقولك دي اسهل تقطيعه انا قطعتها الرول، وقطعت كل واحده بوحدها، وقطعت زي ما ماما الله يرحمها كانت بتقطعها، كانت بتشيل العرق وتبرمه وتقطعه كده بايديها. كل التقطيعات دي انا جربتها، بس انا بالنسبه لي التقطيعه دي اسهل تقطيعه. بصي كل ورقه بورقتها، ما فيهاش ورق مهدر، ما فيهاش اي حاجه. لو انت بقى عايزه تساوي التناديش اللي طالعه دي براحتك، انا عن نفسي ما سويتهاش، يعني ايه، ما فرقتش معايا لان حجم الورقه بالنسبه لي حلو. طيب التقطيعه دي لما ياسين ولا الرول؟ لا، دي الرول انا بالنسبه لي لما جربتها في التفريز جلدت معايا. ليه؟ لان طبقات التلج او يعني التجميده بتاعتها ما بقتش زي بعضها، فالجزء اللي جوه مش نفس تسويه الورقه من بره. يعني الورقه اللي بره مهريه من التلج، لكن الورقه اللي جوه ماسكه نفسها. بقت كل ورقه ليها درجه تسويه مختلفه، لكن دي بتبقى حلوه جدا، وسمك الورقه حلو، وكمان ما بتهدرش معاكي، وكمان لما بتيجي تطلعيها عشان تعمليها ما ما بتاخديش وقت في اللف. زي ما انتوا شايفين دول كرنبيتين، الكرنبايه كانت ب20 جنيه، قسمتهم على 3 طبقات. الطبق الواحد عمل لي حله اللي بتاخد كيلو رز. انا عملت منه وتحفه تحفه تحفه، طلع معايا ولا اضطريت ان انا احطه في ميه سخنه ولا اي حاجه، طلع فك. رحت جايه لفاه، حطيته في اللهم صل على النبي في الحله، وحطيت له الشوربه بتاعته، وخلاص على كده. اهم حاجه لما تيجي تفرزيه، فرزيه بورق الاسترتش، ما تفرزهوش في الكياس. يعني ايه؟ يعني حطيه في الطبق كده زي ما انت شايفه، ولفي عليه استرتش، وحطيه في الفريزر. ليه يا ام ياسين؟ عشان الكياس بتدخل التلج جواه، فبيخليه يجرمز معاكي وانتي بتعمليه. تمام، دي كده خطوات الكرنب كلها. انا الكرنب ده كنت عاملاه بالليل، قمت الصبح صليت واتكلت على الله، نزلت جبت التومين ما كنتش جبته، واكتشفت يعني ان انا بتاع التومين اللي جنب البيت عندي قال لي انت عديتي يوم 15، فانت كده مش هينفع تحت التومين من عندي، لازم تروحي جمعيه. فهل ده القرار ده صح يا بنات؟ حد حصل معاه الموقف ده قبل كده ولا لا؟ انا الموقف ده حصل معايا فاستغربت. يعني انا في الطبيعي كنت بجيبه يوم 17، يوم 18، يوم 20، ما بتفرقش معايا يعني، بدل عندي الحاجه الحمد لله، فما كانتش بتفرق. فلقيت القرار ده، فانا قلت اوريكم يعني ان انا جبت التومين. والتومين عباره عن كيسين سكر وكيستين زيت وملح، وعطاني اجباري واحد حلاوه كده، باكت حلاوه اللي هو الصحنن ده، وكمان كيس مكرونه. بس مش عارفه كيس المكرونه مصورتوش ليه، والحلاوه كانت راحت لصاحب نصيبها يعني. بس دول الحاجات اللي طلعت لي في التومين، فانا حبيت ان انا اوريهم لكم. دول هشيلهم لي رمضان ان شاء الله، مش هستخدمهم لان انا عندي بتوع الشهر اللي فات هستخدم منهم. وبحاول اقتصد دلوقتي في السكر عشان خاطر يقعد معايا اكتر، يعني بحاول اقلل كميه السكر في الشرب والمشروبات وكده، عشان السكر خلاص اولا، وثانيا عشان يقعد معايا وقت طويل شويه. طيب دلوقتي جبت ايه يا ام ياسين؟ الجزر. بصوا يا بنات، الجزر ده من فوائد الدنيا، ليه فايده كبيره جدا طبعا، وكمان ما بيطلعش كتير، ومش طول الوقت بيبقى رخيص. دلوقتي انا جايباه الكيلو ب5 جنيه. دول يا بنات 2 كيلو. انا قطعت الحته السوداء اللي فوق دي وكحته كده ونضفته وحطيته. الكيلو ب5 جنيه، ده اللي هو الراجل اللي بيبيع اللي هو متنقيش ده، وبيبيع لك هو اللي بيوزن والكلام ده كله. لكن عند الناس اللي بنتي بتنقي عندهم، والجزرايه عندهم احلى كلام ولونها بامبي كده، وتلاقيهم كلهم مرسومين، يعني ايه، مرسومين بالمسطره زي ما بيقولوا، ب10 جنيه وب8 جنيه الكيلو. انا عن نفسي جبت ب5 جنيه، مش فارقه، انا كده كده هحطه في الفريزر، وكده كده انا بنضفه وبقشره. هو مش بايظ، هو بس يعني ايه، بتحسي ان واحده طحينه، واحده صحننه، واحده كبيره، واحده رفيعه، الكلام ده كله. بعمله في المفرمه زي طريقه التبشير دي، عشان خاطر اشيله في الفريزر. بتستخدميه في ايه؟ بستخدمه في حشوات السمبوسه، وفي الرز اللي هو الاصفر، وكمان بحطه في العدس طبعا، وكمان بحطه في تعصيقة اللحمه. بالنسبه لي بعمل فيه حاجات ياما جدا جدا، يعني دي الحاجات اللي انا فاكراها. وبرضو انتوا قولوا لي يا بنات لو في استخدامات للجزر تانية غير اللي انا قلتها.
بس للامانه انا ما بشيلوش مكعبات. ليه؟ لاني انا اصلا عندي الولاد ما بيحبوش في الطبيخ، يعني ما بيحبوش ياكلوه مع البزل، فما بحطوش، فما بحبوش يبقى مربعات. انا بشيله بالشكل ده. الاول بيشيل يعني بيوفر معايا مساحه، وثانيا باخد الجزء كده بكسره بيطلع معايا 100 فل و14. لكن لما بتشيليه مكعبات بيسود معاكي. انا جربته كده وجربته كده، المكعبات بصراحه ما عجبنيش في التفريز، لكن كده 100 فل و14 ولا بيسود ولا بيحصل له اي حاجه خالص. وانتي بتفرميه ممكن ترشي عليه رشه فلفل اسود كده عشان يبقى يعني ايه مش متظبط مش عارفه اقولك اسمها ايه، يبقى شارب من الفلفل الاسود. لو انتي متاكده ومقتنعه ان انتي هتستخدميه في حوادق بس، لكن لو هتستخدميه في حلويات ما انصحكيش تحطي فيه فلفل اسود، لان انا ساعات بحط فيه في العصاير، وكمان بحطه في المربى، بعمل منه مربى ساعات لما بيهفني الحرام كده. طيب جبت ايه تاني؟ جبت اللفت الكيلو ونص ب10، والجزر زي ما قلت لكم ب5. قطعت ده وقطعت ده زي ما انتم شايفينه كده، قطعته بالقطاعه اللي هي المشرشره نفس الكميه. بصوا اللفت دلوقتي ما تجيبوهوش، لانه يا بنات ابتدى خلاص يعني يدخل في مرحله اللي هو ماشي، اللي هو الشائع. طيب لو انا عايزه اجيب يا ام ياسين، جيبي اللفت اللي هي وما تمسكيها تلاقيها تقيله، مش خفيفه في ايدك، تقيله، وتبقى لونها محمر، وتبقى شكل الكوره، ومش كبيره قوي ولا صغيره قوي. دي اللي هي ممكن ما تلاقيهاش خلاص يعني شايحه، لكن اللي هي الكبيره وخفيفه بتلاقيها شايحه من جوه. لكن هو اصلا في طبيعي خلاص ابتدى يمشي، يعني قرب يمشي. طيب عملت ايه دلوقتي يا ام ياسين؟ بعد ما قطعته وكل حاجه وحصلته كذا مره، هحط عليه حبه ملح كده من فوق الوش عشان ينزل كل الميه اللي فيه. وكان عندي كام قرن فلفل كده اللي هم الرفيعين، اللي هو الحامي، برضو هملحهم فيه. طبعا مفيش بيت بيحني عن المخلل، يعني انا واحده من الناس بعشق المخللات اصلا، انا وزوجي والولاد، فبحب اعمله في البيت عشان اوفر وانضف. تمام. زي ما انتوا شفتوا كده لما انا حطيت الملح في ميه كتير نزلت منه، دي الميه اللي انا مش عايزاها عشان اللفت او الجزر ما يبقاش طري من جوه، تحس ان هو زي شارب ميه كده. لما تعمليه على طول بيبقى شارب ميه كده من جوه، بيبقى طعمه مش حلو. الفلفل اللي انا قطعته فوق الوش ده فلفل اللي هو الكبير، مش البلدي الافرنجي، بس اللي هو في فلفل كده في السوق يا بنات ناشف وطحين كده شويه، بس بيقولك ان هو بارد وطويل. ده جبته انا هقولك يعني بعد دي كده هقول لكم على حاجه انا جبتها، وهي عشان كده طلعت الفلفل منه. ده قطعته حلقات كده وابتديت ان انا هملحه. طب حطيت ايه في الميه يا ام ياسين؟ حطيت معلقتين ملح كبار اللي هو معلقه الاكل، ونص معلقه سكر، وكمان معلقه حل بس، ولتر ميه. بمعنى اصح مليت اسمه ايه البرطمان ميه سخنتها وسبتها تبرد. ميه سخنتها وسبتها تبرد، يعني انا مليت البرطمان ميه وحطيته في الحله، فضيته في الحله وحطيته على النار سخن وسبتها بردت، وابتديت ان انا هحط فيها الملح والسكر والحل، ودوبتهم في بعض كده، وهبتدي ارص اللفت والجزر مع بعض. هحطهم كده كلهم على بعض مع الفلفل بكل حاجه. ولو عندك حته بنجر برضو حطيها لو انتي واثقه ان اللفت بيحمر، يعني انتي لو انتي جايبه من حد اساسا اللفت بتاعه بيحمر يبقى خلاص مش لازم بنجر، لكن لو انتي مش واثقه ممكن تحطي بنجر. لكن انا بصراحه واثقه يعني من الست اللي انا جايبه منها دي. بس وهبتدي بقى احط الميه كده زي ما انتوا شايفين. لو انتي شاكه في الملح او انتي مش عارفه تظبطي الملح، جيبي بيضايه بس تكون بدرجه حراره الحرفه يا بنات، وحطيها في الميه. لو الملح مظبوط هتلاقيها طفت على الوش، هتبقى عاليه كده، لكن لو الملح مش مظبوط هتلاقيها وقعت في القعر. تمام. بس يا بنات، وعبيت كده الميه ورجيتها كويس كده عشان ادخل الميه في قلب الملح، في قلب كل حاجه، في قلب بعضها، وكل حاجه تبقى شاربه من ميتها، وسبته كده على جنب. هاكله يعني هفتح عليه بعد 4 ايام. الفلفل ده ايه يا ام ياسين؟ للامانه ربع الفلفل عندنا ب7 جنيه، ودي من الاسعار الحاليه يعني حاليا، لان انا كنت بجيب ربع الفلفل ب2.5، فده مش طبيعي. فده نوع فلفل من انواع الفلفل اللي هي بتبقى مكسوره، يعني الراجل اللي هو بينقط فيه السبت بيلاقي واحده مكسوره واحده مقطومه الكلام ده كله. فانا رحت نقيت منه الكيلو منه كان ب15 جنيه. انا بصراحه جبت نص كيلو ب7 جنيه، كوبي على رفيع على صغير حامي، هو بيبقى حاطط شروه كده على بعضها، تنقي اللي انت عايزاه منها. فانا مسكت منه حبه كده صحنانين،
دول هشيلهم للمحشي يا بنات. ودول كده قطعتهم، هعمل بقى منهم كبده، ممكن احطهم برضو في حشوات، احطهم مثلا على فول، اي حاجه عايزه احط فيها فلفل بحطها. وساعات اصلا بطلعه كده واشوحه واحط عليه معلقه صلصه مع حبه بطاطس مقليه. والله العظيم باكل احسن اكل فيها، يعني انا من العشاق بتوع الحاجات دي. بس يا بنات جمعوا معايا كده من نص كيلو بمعنى اصح، عملت 3 علب. البزله للامانه هي ما كانتش داخله في الحسبان، بس انا جبتها بالصدفه فقلت اوريها لكم. ان انا كل ما بيبقى معايا فلوس وانا حاجه انا عايزاها او انا بستخدمها كتير وبتمشي، زي البزله، زي الفاصوليا، زي القلقاس، زي الحاجات اللي هي ليها مواسم، فبجيب بيها. تفضل معايا 10، تفضل معايا 5 على حسب الحاجه. طيب البزله دي اللهم صل على النبي كانت ب17 جنيه ونص. وما انصحكيش تجيبي حاجه رخيصه. ليه يا ام ياسين؟ لان الرخيص تملي تمنه مش فيه. الرخيص بيبقى فيه قش، وبيبقى فيه كمان اللي هي الفاضيه، وبتبقى فيها البيضه، فبتلاقي نفسك رميتي اكتر ما استفدتي. لكن لو هتجيبي ام 25 هتجيبي كيلو كامل مكمل، وهيطلع معاكي كل حاجه كامله مكمله. زي الطماطم، ما تروحيش للطماطم الرخيصه ام 3 جنيه ب3 جنيه وب5 جنيه اللي هي معفصه ومدوده، لا. روحي للطماطم مثلا ام 6 جنيه ونص، ام 7، اللي هي انا مش هرمي منها، انا هغسلها وهقطعها وهحطها في الحله وتتظبط. فبكده الفلوس اللي انتي دفعتيها فيها لقيتيها في الحاجه اللي انتي دفعتيها. لكن لما هتجيبي الحاجه الرخيصه مش هتبقى احسن حاجه. وكده الفيديو يكون خلاص، يا رب يكون عجبكم، وتكونوا ما نسيتوش تحطوا اللايك والكومنت العسل. يا احلى اخوات في الدنيا، بحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.